فالجهاد عباد الله، والله إنها لفرصة عظيمة لا تتعوض. والله دافعوا عباد الله عن دينكم قبل أن تغير وقبل أن يبدل دينكم وتغير عقائدكم. دافعوا عن أعراضكم قبل أن تنتهك أعراضكم. دافعوا عن بلادكم قبل أن تدنس بأقدام أعدائكم. دافعوا عن أموالكم قبل أن تسلب من بين أيديكم. دافعوا عن أنفسكم قبل أن يأتي حقير فيسجنكم أو يعذبكم أو يهينكم أو يقتلكم. والله كان الجهاد حلما نحلمه، وها هو اليوم عمل نعمله وأمل نؤمله. والله إن الرافضة قصدهم إطفاء نور الله، وما ينمون ويقصدون إلا تدمير بيوت الله. فانفروا يا عباد الله، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا. الله عز وجل أمركم بالنفير. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. والله لباطن الأرض خير من ظاهرها لو تمكن الرافضة، ولن يتمكنوا حتى يحصل التخاذل والتراكن والنكول على الجهاد. والجهاد عباد الله عز والله، دفع للهم والغم، رفعة في الدنيا، سعادة في الآخرة، حياة طيبة. به يرفع الله الهم وبه يدفع الله الغم وبه يهين الله عز وجل العدو. فقاتل في سبيل الله، لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمنين. عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. عباد الله إياكم أن تخافوا من التحليلات، إياكم أن تنظروا إلى السياسات، إياكم أن تقيسوا الأمور بعقولكم، ولكن توكلوا على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نحن نعلم بفضل الجهاد وأن الله عز وجل وعد عليه الجنة والأجر العظيم والحور العين وغير ذلك من الكرامات. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا أنه ما من أحد يدخل الجنة وهو يحب أن يرجع إلى الدنيا، حتى لو كان عالما، حتى لو كان صالحا، حتى لو كان عابدا، إلا الشهيد. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء غير الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. فبادر أخي في الله إلى الكرامة، كرامة في الدنيا، كرامة في القبر، كرامة في الآخرة. فإن كلت عن الجهاد والله لتجدن الذل والخزي والعار في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. والله لتجدن الذل والخزي والعار في الدنيا والآخرة والعياذ بالله.